اسمي سيف وهاي قصتي. بسنة 2018 انسجنت بتهمة إرهاب، بس الحقيقة أني بريء. تقرير كاذب، توقيع من مخبر سري، وهسه أني بنص أعتى سجن بالعراق، سجن الحوت. من أول ما دخلت حسيت إن هروبي مستحيل. الحراس ما يرحمون، الكاميرات بكل زاوية، والجدران مو بس اسمنت، جدران من يأس. الزنزانة كانت مثل التابوت، ريحة الرطوبة، صوت السلاسل، والسكوت الثقيل. بس أني ما سلمت أمري. بديت أراقب كل حركة، كل نداء، كل تغيير حرس، كل شغلة كانت محسوبة عندي، حتى عدد الخطوات بين بوابتين. لحد ما شفته. أبو زيد، سجين قديم صار له 14 سنة، بس عيونه بعدها تتقد نار. قال لي: إذا ناوي تطلع عندك مرة واحدة بس، تمشيها صح تطلع، تغلط تموت. الخطة كانت مجنونة. نحفر نفق من الحمام داخل الزنزانة، كان لازم نوصل للمجاري الرئيسية ومنها نهرب. كل يوم نحفر شوية، نشتغل بأدوات بسيطة، قطعة حديد من السرير أو ملعقة بلاستيك، نخبي التراب بأكياس نايلون ونطلع وقت التنظيف. الشهر الأول سمعنا أصوات تحت الأرض، كنا خايفين نكون دا نحفر على شيء مو معلوم. بس أبو زيد قال: خوفك الوحيد يبقى جوه، لا تطلع وياك. وبليلة مظلمة الساعة 3 الفجر كنا جاهزين. فتحت الغطا وانتقلت أول. ريحة المجاري تخنق، الصوت ولا نفس. أبو زيد نزل ورايا، مشينا بعتمة خانقة، نجر رجلينا بشبه طين أسود. نص ساعة تحت الأرض وبعدين شفناها، الفتحة الحديدية الأخيرة. فتحناها بهدوء وطلعنا مثل الأشباح. ركضنا بدون ما نلتفت، كل خطوة كانت حياة، وكل ثانية برا كانت كنز. وصلنا منطقة نائية ببيت مهجور. أبو زيد قال: من هاللحظة لا سيف، لا اسم، انتهى القديم. واليوم عايش باسم ثاني، بمكان ثاني، بس كل ما أخفي أسمع صوت الحفر، أشم ريحة المجاري وأشوف عيون الحراس، بس أكثر شي أسمع صوتي أقول لي: هل فعلا هربت؟ لو بس غيرت شكل السجن؟ نهاية القصة. إذا عجبتك القصة لا تنسى تشترك بقناة أصوات من العراق وتنتظر قصتنا الجاية، لأن كل سجن بيه حكاية وكل عراقي بيه نار ما تنطفي.